بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدين نجم الزمالك في كل مكان. عندنا أخبار وكواليس مهمة جدا جدا من داخل نادينا الملكي نادي الزمالك اللي تهمنا وتهم حضراتكم. ولكن في البداية لو مش مشترك في القناة فأكيد يسعدنا انضمامك واشتراكك لينا، وعايزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات والشير في كل مكان. حلقة مهمة جدا جدا هنتابع فيها آخر التطورات اللي بتحدث داخل نادينا الملكي نادي الزمالك. ويلا بينا على التفاصيل اللي معانا في الفيديو ده، وهبدأ معاك من عند أزمة الجعان ومستحقات الجعان مع نادي الزمالك، واقول لك مفاجأة مدوية في أزمة الجعان مع نادي الزمالك. في البداية خلينا نقول إن الجعان قدم شكوى ضد نادي الزمالك بيطالب فيها بمستحقات متأخرة، ولكن نادي الزمالك بيطلع بيفضح الكل وبيعلن عن الأزمات أو التفاصيل المالية في عقد اللاعب مع نادي الزمالك. قدم مسؤول نادي الزمالك ملف شامل للجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، والملف ده فيه التفاصيل المالية مع للاعب مع نادي الزمالك من مستحقات وعقوبات وغيرها. اللاعب ليه عند نادي الزمالك 9 مليون وشوية، أي ما يقارب يعني 10 مليون، ولكن الغرامات والخصومات اللي على اللاعب تفوق ال9 مليون بسبب الانقطاع عن التدريبات والظهور الإعلامي دون الحصول على إذن من نادي الزمالك. الزمالك حاليا بيطلب النسبة في الإعلانات اللي عملها الجعان قبل ما يمشي من نادي الزمالك. خلينا نقول إن زيزو يعني عليه ديون لنادي الزمالك تقدر ب20 مليون جنيه، فده بالنسبة لأزمة الجيعان ومستحقات الجيعان. خلينا نتكلم معاك برضو بالنسبة لحاجة تانية مهمة، ألا وهي أزمة جوزيه جوميز مع نادي الزمالك. الزمالك يتحرك حاليا لحل أزمة جوزيه جوميز قبل قبل التصعيد للفيفا من قبل المدرب. يعني بدأ مسؤول نادي الزمالك التواصل مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لحل أزمته مع نادي الزمالك وديا، ومستحقات المدرب بتبلغ 120 ألف دولار. المستحقات على نادي الزمالك. بدأ مسؤول نادي الزمالك التواصل مع المدرب لحل أزمة المستحقات قبل التصعيد للفيفا عشان ما يبقاش في مشاكل على الزمالك في الفيفا ويبقى في وقف قيد وغيره يعني من أزمات. فده بالنسبة للأمور والتفاصيل اللي معانا. أتمنى دعمكم في النهاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.